السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء، تكونوا بخير وعلى خير، كدوزوا وقيته زوينة إن شاء الله. كنبارك لكم العيد مبارك وعشركم. ما عرفت هذا الفيديو واش غيطلع قبل ولا من بعد العيد إن شاء الله، مي كنتمنى أنكم تكونوا كدوزوا واحد العيد اللي واعر مع العائلة ديالكم. بالنسبة لهذا الفيديو غادي يكون موجه لصحاب البكالوريا السيزيام والثاني بكالوريا اللي عندهم وطن والجهوي. كاينين شي اسئله ولا شي حوايج اللي ديما كيتعاودوا غادي نحاولوا ندويو عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. غادي نفرق الفيديو لثلاثه الحوايج. اولا العامل النفسي والعامل المعنوي وشنو هما واحد الحاجه اللي خاصك ديرها. وغادي نبداو بهذه الحاجه اللي خاصك ديرها، هي انه حاول انك تنقص من السوشيال ميديا. ما تدخلش بزاف الانستغرام الفيسبوك وتسمع دوك الناس اللي كيقولوا راه كملت البروغرام ها شنو بقى ليا. هادشي كامل كيحاول انه يزيد يستريسيك، خصوصا الا باقي لك شي حوايج خاصك تراجعهم. فالنصيحه ديالي حاول انك تنقص من السوشيال ميديا، دخل غير الا غادي تفرج وتخرج دغيا وتمشي تراجع تاني. الا السوشيال ميديا كيبقى غير السوشيال ميديا، اي واحد يقدر يقول اي حاجه بغاها. يقدر يكون شي واحد كاع ما كيقرا في الباك يقول لك راه كنقرا في الباك وشنو بقى ليا، وتصدق مقولب وتصدق مستريسي على والو. فحاول انك تراجع داكشي اللي عليك ودير داكشي اللي عليك، والكمال على الله عز وجل بطبيعه الحال. حاول انك ولا حاولي انك تركزي في داكشي اللي عندك. ما فهمتيش شي درس، حاول انك تدخل يوتيوب ولا دير شي حوايج اللي غادي تفهموا بهم داك الدرس، وحاولوا تيفيتيو دوك اللايفات اللي كيداروا. علاش دوك اللايفات بالنسبه لي انا ما غادي تستافد منهم والو، غير كدير لدماغك هذاك الاوفرلودين، كتحاول تعمرو بالمعلومات اللي من في الاخر غادي يبقاو غير في واحد الشورت تيرم ميموري. ما غاديش تشدهم في واحد ما غاديش يبقاو مكابطين عندك في دماغك بزاف، يعني نهار تحتاجهم ما غاديش يبقاو عندك. حاول دير واحد المجهود باش عقلك يعقل على ديك البروسيس ديال انك ها كيفاش كنتي كتحاول تفهم ديك المعلومه. غادي تكون فكره وصلتكم. هادشي فيما يتعلق بالسوشيال ميديا. حاول انك تنقصوها، وداك الدروس ديال اللايفات حاولوا تحيدوهم. حاول دير واحد المجهود باش تفهم داك الدرس اللي ما فهمتيهش. فيما يتعلق بالعامل النفسي، العامل النفسي هو انه خاصكم تعرفوا باللي راه الامتحان الوطني ولا الامتحان الجهوي واحد الامتحان اللي عادي. خاصكم تفكروا في دوك 14 عام وانت كدوز الامتحانات. فشنو الفرق اللي غادي يكون بين هاد الامتحانات هادو وهاد الامتحان الوطني ولا الجهوي بالنسبه لصحاب السيزيام؟ غير واحد الحوايج كيتزادوا، هو انه الاستاذ اللي كان كيدوز لك الامتحان ما غاديش تلقاه تما، غادي يولي في مدرسه اخرى كيراقب في بلاصه اخرى. غيجيو مراقبين وحدين اخرين هما اللي غادي يراقبوكم. غادي تكون كتسيني فرقه ديال الامتحان بلي راك دوزتي، لا غادي فيريفيو لا كارت ناسيونال كونفوكاسيون. هادشي كامل غادي تشوفوه من بعد. بالنسبه لصحاب السيزيام، صحاب الباك غادي يكونوا ديجا دوزو ليكسبيريونس في السيزيام، يعني غادي تجيهم واحد الحاجه العاديه. دونك حتى حاجه ما مختلفه، هو 14 عام وانت كدوز الامتحانات، يعني راه ما غادي يكون حتى شي فرق بين دوك الامتحانات كدوز ولا الامتحان الجهوي او لا الوطني. دونك حاول تمشي بواحد المونطاليتي ديال انك غادي دير داكشي اللي قريتيه داكشي اللي فهمتيه في واحد الامتحان اللي ان شاء الله غادي يجي فيه نقطه زوينه. يعني خاصك ديما دير ديك العقليه ديك اللي راه واحد الحاجه اللي دايزه، خاص غير تبقى ديك الاكسبيريونس زوينه. يعني فاش تبغي تعاودها شي واحد ما تكونش واحد الاكسبيريونس اللي خايبه، تعاودها وانت براود بلي راك درتي واحد المجهود ولا واحد الحاجه اللي مزيانه في داك المده. خاصكم تعرفوا بلي راه المرحله ديال الثانوي التاهيلي من بين احسن المراحل. علاش الباك كمثال راه كما كنقولوا ديما راه غير واحد الساروت اللي كيأهلك انك تدخل بشحال من بلاصه. يعني راه كتدخل كدير الجامعه مدارس عليا، يعني هادشي كامل من بعد هو اللي كيبقى. يعني داك شنو غادي تكمل من بعد. هذا فيما يتعلق بالمرحله الثانوي. حاول تستغلوها باحسن طريقه باش تكون واحد الاكسبيريونس اللي زوينه، وواحد الحاجه اللي كتفكروها وانتم فرحانين ماشي انتم مقلقين. تكونوا فهمتوا الفكره ديالي. العامل النفسي ولا دوينا عليه دابا، غادي يكون واحد العامل المعنوي اللي هو الادوات اللي غادي يخصوك نهار الامتحان. خصوصا الا كنتي علمي، دي معك اي حاجه غتحتاجها: بلونك، سيلوات، قلم رصاص، تصحاب الادب، الاجتماعيات كتخصك مسطره، دي كلشي. علاش؟ باش حيتاش كما كتعرفوا نهار الامتحان نقدر تسول شي واحد اللي غيكون ما غاديش يخليوك اصلا تشد من عنده شي حاجه. كما كتعرفوا الوقت محسوب، يعني خاصك واحد التمرين تسالي في هذه المده هذه، ما غاديش تكون مسالي تشد من عند شي واحد بلونكو. كلشي خاص يكون حداك، لا كارت ناسيونال تكون حداك، الكونفوكاسيون امبريمي حطها حداك. يعني ما تخليش داكشي حتى
يبقى الامتحان واحد النهار وفي الاخر تمشي تبقى تقلب وتعيي راسك وحتى هادشي راه كيزيد في الستريس. يعني حاول هنا كتخرج داكشي قبل، حطو حداك وتوكل على الله عز وجل.